علموا ولادكم ان زميل الدراسة مش زي اخوك. علموا ولادكم ان ابن عمك مش متربي معاك يبقى زي اخوك. وانت قول لزوجتك ان محدش يخش شقتك غير ما تبقى انت موجود، لو حتى اخوك، غير ما حتى يبقى في محرم على الاقل. لو حضرتك دلوقتي شايف الكلام اللي انا بقوله ده جهل وتخلف ورجعية، هوريك حاجة دلوقتي ممكن تغير الكلام ده من دماغك. تخيلوا العدد اليومي للناس اللي بتطلب تحاليل دي ان ايه، عدد مرعب. والاكثر رعبا منه النتيجه بتاعت التحليل، انه بيطلع الرجاله اللي بتطلب تحاليل دي ان ايه لاولادها ان هم فعلا بيطلعوا مش ولادهم. العدد مرعب حقيقي. علمي بنتك على الدين، علمي بنتك انها ما تفرطش في نفسها، علمي بنتك ان دي نقطه بيغضب ربنا عليها وبيهتز لها عرش الرحمن. علم ابنك ان هو لما يتعدى على زوجة واحد، بيجي الراجل ده اللي تعدى على مراته ينهل من حسناته يوم القيامة لحد ما يرضى، وابنك يتحط في نار جهنم. حقيقة ناس بتيجي يوميا تسألنا، مع انه مش تخصصي دي ان ايه، ولكن ببعتهم لناس تخصصهم وبيبعتوا لنا التحاليل بعد ما يروحوا للناس. الحقيقة حاجة مقززة ومرعبة. يا رب تبقى الرسالة وصلت. سلام.